يفهموا مقاصد القرآن الكريم. إلا عندك شي رزقك كولو قبل ما ياكلوا فوق راسك، غير قضي الغرض دابا اللي عندك قضي بها، حيت ولفتي تخزن. هذه ماشي دابا خليها من بعد، وهذه كتولي كيبس العقل ديالك واليد ديالك على الخير، كتولي خايف من القهرة وعايش فيها ديما مخلوع. علاش؟ لأن المال كالماء إن تحبسه يغرقك وإن تتركه تسمع له صرصاري. كذلك البخل موبق لصاحبه مغرقه، والجود يوقيك ما لا تدري من الأضرار. الجود شي نعمة كبيرة خص الإنسان يعرفها، وهذا الشيء القرآن احنا كيخاطبنا، ولكن مع الاسف كثير من عرب بدون عربيه ما كيفهموش القرآن اش بغا يقول لهم. ملي كيقول وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ما قالش بانفسكم، بايديكم يعني بالبخل. تلقليل الا جمعتيها راه غتلقي بنفسك الى التهلكه بسبب البخل. الناس كيفهموها مقلوبه، لا تلقوا بايديكم الى التهلكه هي الشيء، لا، المقصود من تلقوا بايديكم الى التهلكه بسبب البخل. القرآن كيبين لنا حنا كل ما عرفنا العربيه مزيان